لو بقى معاك 10 مليون جنيه يا ترى هتعمل بيهم ايه؟ والله في ناس هتقولك هروح اشتري فيلة احلامي وعربية فراري واروح باريس واظبط نفسي، وفي ناس تانية تقولك لا انا هطلع نصهم لوجه الله، وفي ناس تالتة ودول قلائل قوي اقولك انا هطلعهم كلهم لوجه الله. اهو ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه، واحد اغنى مما انت متخيل. لا تقولي بقى ايلون ماسك ولا الواد التاني اللي هو مارك زكربيرج ده اللي يحرقه، ولا بيل جيتس، لا 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 لا، ده اغنى منهم بكتير. عبد الرحمن بن عوف أحد الثمانية السابقين في الإسلام وأحد المبشرين بالجنة. هو ده بقى اللي أغنى من إيلون ماسك، أغنى منه في الدنيا وفي الآخرة. كان عبد الرحمن بن عوف قبل ما يدخل الرسول دار الأرقم، وأصلا هو كان اسمه الحقيقي عبد عمرو، بس طبعا لما جه الإسلام ما بقاش اسمه عبد عمرو ولا حاجة، بقى اسمه عبد الرحمن، فبقى اسمه كامل عبد الرحمن بن عوف. أنا معاناة المسلمين في البداية لحد ما هاجر للحبشة وبعدها المدينة. فلما راح المدينة أخوه من الأنصار قال له أنا راجل غني جدا، عندي بستانين وعندي امرأتين، شوف أي بستان تختار أديهولك وأي ست تختار عشان أطلقها لك. فقال له والله بارك الله في أهلك ومالك، بس تقولي بس هو فين السوق؟ فراح الراجل قال له هو فين السوق؟ فراح عبد الرحمن بن عوف يبيع ويشتري لحد ما جمع مهر واحدة واتجوز. فسأله الرسول ان هو اتجوز وكده يعني، فراح الرسول دعاله صلى الله عليه وسلم وقال له بارك الله لك في مالك. ساعتها وعبد الرحمن بن عوف من شدة الرزق اللي كان بيجيله افتكر ان هو لو ماشي في الشارع ورفع حجر كده هيلاقي تحتيه دهب وفضة. يعني شوف الدرجة دي الدنيا يعني اقبلت عليه وبقى ثري جدا. جاهد عبد الرحمن بن عوف في كل الغزوات، ولكن بصراحة جهاده بنفسه ما يساويش أي حاجة بقدر جهاده بماله. له عايز يجهز سرية، فاداله عبد الله بن عوف 4000، فقال له الرسول بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسكت. وفي تبوك اللي هي آخر غزوة حضرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت دي من أصعب الغزوات لأن كان الروم كتير قوي والمسلمين مش بالكثرة دي يعني، وكانت المؤونة قليلة ومفيش فلوس كفاية حتى لتجهيز الجيش، لدرجة إن هم سموا الجيش جيش العصرة لتعثرهم في تجهيزه. عبد الله بن عوف للرسول ب200 أوقية من الذهب عشان الجيش يعني. فراح عمر بن الخطاب سأل الرسول هو الراجل ده ساب حاجة لأهله؟ فراح الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عبد الله بن عوف هل تركت لأهلك حاجة يا عبد الله؟ فقال له طبعا، لهم أكتر من كده وأطيب. عبد الله بن عوف بإن مفيش حد اتكرم بيه أبدا. ففي مرة جه وقت الصلاة والرسول ما جاش لحد دلوقتي، فالمسلمين خلوا عبد الله بن عوف الإمام، فالرسول جه في الركعة الأولى وصلى ورا عبد الله. فبالذمة في أكرم وأفضل من إن حد يلاقي بقى إمام لأعظم مخلوق في الدنيا؟ اكتب بجد يعني. الرسول ان ربنا يبارك لعبد الله في ماله موجوده طول حياته لحد ما بقى بجد اغنى الصحابه، بجد بقى فاحش الثراء، بس كل ماله ده كان في سبيل الله. ففي مره جه عبد الرحمن بن عوف على المدينه ومعاه 700 جمل، بجد والله بجد 700 جمل، لدرجه ان هم كانوا بيعملوا هزه في الارض من كترهم، وطلعهم كلهم لوجه الله، وطلع 40,000 درهم من الفضه لوجه الله، و40,000 دينار من ذهب لوجه الله، وجهز المحاربين على 500 فرس برضو لوجه الله، وبعدها محاربين أو مجاهدين يعني على 1500 فرس برضو لوجه الله. هات المؤمنين مال يكفيهم حياتهم كلها. وفي الآخر توفي عبد الله بن عوف وهو سايب لأهله 1000 بعير و100 فرس و3000 شاه وفلوس لا تعد ولا تحصى وذهب وفضة كتير قوي. ونتعلم منه ان كل ما تعطي اكتر كل ما ربنا هيفرج عليك اكتر، كل ما ربنا هيديك اكتر، وبجد هيبارك في مالك زي ما بارك ربنا في مال عبد الرحمن بن عوف. روح طلع اي حاجه لوجه الله حتى لو كانت ابتسامه. وبس كده خلصت الحدوته.